السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. جابوا رجل عسكري سابق، جنرال ولا عقيد ولا ما على باليش، حطوه في قناة ايفنت كات الإسرائيلية ويتساءل لماذا الجزائر تكن الحقد على إسرائيل. السؤال الأول، ويقول لماذا تبون دار زكارة وجاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في احتفال 5 جويلية. والثالثة، قول لماذا الجزائر تدعم التطرف الفلسطيني ضد إسرائيل. احنا وش درناكم؟ بالمعنى احنا وش درناكم يا جزائريين؟ مش يطلع المراكه انتم راكم صبابط تاعهم، يعني هو يبدل الفرده تاع صباط يجي يبدلها في المروك ويروح. مين الجزائر؟ انسى. خليكم تفرجوا هذا الفيديو الاول والثاني تشوفوا الجزائر قداش خسرت كيان صوص من مليارات دولارات باش تعرفوا قيمه الجزائر. العياشي صباط كيان صوص، انت لست مدعو باش تعلق في هذا الفيديو لانك صباط كيان صوص. لهذا السؤال راه راجع الجزائريين هما اللي يجاوبوا كيان صوص، بما انهم عندهم جرذان صغار تابعين للموساد يقدروا يدوا التعليقات الجزائرية ويحطوها في المخابر الإسرائيلية ويقراوا عقلية الجزائريين. ماذا بيا الجزائريين كامل تردوا عليهم في التعليقات. فإسرائيل تخشى من تزايد القوة البحرية الجزائرية ما يشكل خطرا على تجارة إسرائيل البحرية، والتي تقدر قيمتها بحسب التقارير بنحو 80 مليار دولار. رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أعرب عن هواجسه من تقارب الجزائر مع إيران، عين على الجزائر وأخرى على المضائق. هل برأيك الآن الجزائر على سبيل المثال مطمئنة؟ أذكرك بأن أحد الأسباب التي دفعتها لقطع علاقتها مع المغرب كان التقارب مع إسرائيل. هذا سؤال ممتاز. أنا دائما أتساءل لماذا الجزائر معادية لإسرائيل إلى هذا الحد. مؤخرا في يوم الاستقلال الجزائري الرئيس الجزائري التقط الصور وإلى جانبيه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، ومن الناحية الأخرى إسماعيل هنية، وكان فخور بالمصافحة بين الطرفين. دعم الجزائر للتطرف الفلسطيني هو أمر غير مفهوم لنا. لماذا الجزائر إلى هذا الحد معادية لإسرائيل، كما أنه لا يوجد لديها أي سبب لتعادي المغرب؟ هذه دول مجاورة مع شعوب هي شقيقة.